تعالي النهاردة أقولك على طريقة القرص الفلاحي الطرية بالعجوة، وهنعمل كمان منها سادة طعمها حلو قوي، هشة وخفيفة جدا بعجينة زي القطن، بمقادير مظبوطة. وده كله من نص كيلو من الدقيق. تنفع للفطار جنب كوباية شاي بلبن، تنفع تحطيها للأولاد في اللانش بوكس. أتمنى بجد فيديو النهاردة ينال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. عشان نعمل وصفتنا للنهاردة، عندي هنا كيس من الخميرة الفورية، وعندي هنا 4 معالق كبار مليانين هرمي من السكر. هبدأ أنزل بيهم، هنزل عليهم بنص كوباية من المية الدافية، وهبدأ أدوب السكر والخميرة كويس قوي. وأهم حاجة إنك تدوبي السكر في المرحلة دي. بعد كده عندي هنا كوباية من اللبن الرايب، نزلت بيها وهبدأ أقلبهم مع بعض. اللبن ده جيت أجربه على النار لقيته رايب فما غليتوش. بس كده. بعد كده نزلت عليهم ب4 كوبايات من الدقيق، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكيك شيف اللي هو بيكنج باودر. ببدأ أقلب الملح والكيك شيف مع الدقيق. بعد كده بسمي بسم الله وببدأ أعجن العجينة. طبعا نص كوباية المية وكوباية اللبن الرايب غلفوا معايا الدقيق وادوني عجينة قاسية. انا في الوصفة دي محتاجة عجينة طرية، فنص كوباية التاني هنبدأ ننزل بيه تدريجي على العجينة، لان انواع الدقيق بتختلف عن بعضها. عندي هنا نص كوباية من اللبن الرايب، نزلت بربعها وركنت الربع على جنب. بدأت اعجن، حسيت ان الدقيق لسه محتاج فرجعت نزلت بالربع كمان. يبقى ال4 كوبايات دقيق اخدوا معايا كوباية ونص من اللبن الرايب ونص كوباية من المية الدافية. عجنتهم كويس قوي لحد لما اداني عجينة طرية بملمس ناعم. في المرحلة دي هنبدأ ننزل عليها بالمادة الدهنية. عندي هنا تلت كوباية من السمنة السايحة. هبدأ أعجنها. أول ما بتبدأي تعجنيها بتبدأ العجينة تقطع معاكي، عجنيها كويس قوي لحد لما تديكي عجينة طرية بملمس ناعم وتكون اتشربت السمنة. الكوباية اللي عيرت بيها الدقيق هي نفس الكوباية اللي عيرت بيها المية واللبن الرايب والسمنة. عجنتها كويس قوي. وهنا بقى هنبدأ نرش رش الدقيق، وهبدأ ألم العجينة على بعضيها. عجينة النهاردة طرية بس ممتازة. كل ما العجينة بتبقى طرية معاكي كل ما بتديكي معجنات هشة وخفيفة وزي القطن. عجنتها كويس قوي ولميتها على بعضيها، وده كان قوام العجينة وملمس العجينة معانا طرية وبتلزق وقوامها مظبوط. عندي هنا طبق رشيت رشة من الدقيق ونزلت بالعجينة وبرش عليها رش الدقيق من فوق. بغطيها بكيس بلاستيك بما اننا في الشتاء والجو ساقعة. فدفيت الفرن، هلف العجينة بقماشة وهدخلها واسيبها لحد لما تتخمر معايا. هنا عشان العجوة بتاعتنا نزلت عليها برشة من القرفة، هنزل عليها بمعلقة من السمنة السايحة، وبعد كده ببدأ أعجنها. طبعا للأمانة العجوة كانت قاسية معايا، فأنا زودتها معلقة واحدة من المية المغلية، هي اللي طرت معايا العجوة بالطريقة دي. لو حسيت ان العجوة محتاجة نزلي لها معلقة من المية المغلية. عجنتها كويس قوي. وبصوا بعد كده بكورها كور وببدأ ابططها، بحطها على هيئة دوائر كده مفرودة عشان هنبدأ نحشي بيها العجينة. ما ينفعش تحشي العجينة كور، لازم تبططيها بنفس الطريقة دي وتخليها رقيقة جدا معاكي عشان تديكي نفس القرصة اللي انت شفتيها في اول الفيديو. بس كده. بعد طبعا ما خلاص كورتهم وجهزت العجوة بركنها على جنب، وباجي هنا عندي على العجينة كانت اتخمرت معايا، بطلع الخمور اللي فيها. وعندي هنا صينية ببدأ ادهنها بحبة من الزيت، حاجة خفيفة جدا طبعا على قد ما تقدري عشان العجينة واخدة كفايتها من السمنة. بعد كده ببدأ أقطع العجينة بتاعتنا الكور وسط، يعني ولا هي كبيرة أوي ولا هي صغيرة أوي. باخدها على طول كده ببططها نص تبطيطة على ايدي. بجيب العجوة في النص وببدأ أجيب الحروف كده أشدها والمها على بعضيها في النص، عشان كده بتديكي نفس السمك فوق وتحت.
في العجينة، والحشوة بتبقى في النص بتبقى مظبوطة، يعني ولا اللي تحت سميك أوي واللي فوق رقيق، ولا اللي فوق سميك أوي واللي تحت رقيق. اعمليها بنفس الطريقة. بعد ما بقفلها كويس أوي من تحت بكورها على ايدي، انعم الوش واحطها في الصينية. برجع اكررها بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين. حطيت الحشوة وبلم عليها العجينة كده، وببدأ ادبسها كويس أوي من تحت، وبعد كده ببدأ اكورها على ايدي كده، انعم الوش وبحطها. بسيب بينها وبين اللي جنبيها مسافة. ليه؟ عشان احنا دلوقتي ببدأ اضغط عليها كده ضغطة بكفة ايدي، وبعد كده أأكد التبطيطة بتاعتها او الفردة بتاعتها بصوابع ايدي. بعد ما ببططهم طبعا ببدأ اغطي عليهم بكيس بلاستيك، بسيب الخميرة العجينة معايا ترجع ترتاح كمان ربع ساعة تلت ساعة بما اننا في الشتاء، وبعد كده ببدأ اسويها. لو هتعمليها بقى سادة، احنا عملنا اللي بالعجوة. هنبدأ كده ناخدها كور صغيرة جدا على قد ما تقدري، زي نواعم الأفران أو قشطة الأفران، هي نفس العجينة ونفس المقادير. دي السادة. ببدأ كده أكورها كور صغيرة وأبدأ أحطها كده في الصينية. بعد ما بخلصهم بالطريقة دي ببدأ أضغط عليهم كده بكفة إيدي، وبعد كده برضو بأكد عليهم الفردة بصوابع إيديا. وبعد ما بخلصهم بغطي عليهم بكيس بلاستيك وبسيبهم برضو معايا يرجعوا يتخمروا. شايفين وصفة النهاردة قد ايه سهلة؟ هنا كانت خلاص القرص معايا اتخمرت، ما بندهنش الوش اي حاجة. اهم حاجة تسخني الفرن على اعلى درجة حرارة، تكون سخنة جدا عشان المعجنات ما تنشفش معاكي. بدخلها على الرف الوسطاني، بخلي النار عليها وسط من تحت ومن فوق، النار عليها هادية، وبسيبها لحد لما بتاخد اللون من فوق ومن تحت وبتستوي بالطريقة دي. اول ما بتطلع من الفرن ببدأ اغطي عليها بفوطة، بسيبها دقيقتين 3 واشيلها من الصينية. دي القرص السادة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا قبت معايا. طبعا بعد ما استوت طلعتها. اخدت معاكي قد ايه في الفرن؟ بتاخد معاكي من 12 ل 15 دقيقة تسوية في فرن البوتاجاز. بس كده. شايفين التسوية من فوق ومن تحت عاملة ازاي؟ لو حسيت ان نار البوتاجاز عندك بتبقى واطية قوي من تحت، ابقي عليها للاخر وسيبي القرص بتاعتك على الرف الوسطاني. شايفين الحشوة مظبوطة والعجينة من فوق ومن تحت نفس السمك. رهيبة يا جماعة، طعمها حلو قوي مظبوطة. لما تجربوها تعتمدوها. حابين تعملوا كمية اكبر وتفرزوها عادي، بعد ما بتبرد تماما بتحطيها في اكياس بلاستيك، بتدخليها الفريزر وبتسيبيها. وقت ما تحبي تطلعيها للاكل تطلعيها قبليها بنص ساعة وتسيبيها على الرخامة، بترجع زي ما كأنك لسه خبزاها. اتمنى بجد فيديو النهاردة ينال اعجابكم. بجد الوصفة مهما اتكلم عنها مش هوفيها حقها. هشة وخفيفة جدا، طعمها حلو قوي. ده كله من نص كيلو دقيق، اوفر بكتير ما تشتريها من بره. كمان انت في البيت عاملاها بلبن وبسمنة، حاجة مغذية لأطفالك وحاجة نظيفة من تحت ايديكي. شايفين قد ايه خفيفة جدا؟ وبصوا لون العجينة من جوه فاتح ولونها حلو قوي، وهي العجينة تسوية من فوق ومن تحت ممتازة. كمان شايفين الحشوة زي ما قلت لكم لازم تبططي العجوة، تخليها قرص كده مدور سمكها رقيق، وتحطيها وتحشيها بنفس الطريقة عشان تديكي نفس القرصة. فيا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم وتجربوها وتقولولي على رأيكم فيها. لايك وشير. لو عجبكم الفيديو صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.